دقيقة. أبرز أخبار الكرة العالمية. هانز فليك يبدأ موسمه الثاني مع برشلونة بعد موسم أول ناجح قاد فيه الفريق لخوض 60 مباراة، حقق خلالها 44 فوزاً و3 ألقاب محلية مع تسجيل 174 هدفاً. جدل واسع بعد إعلان برشلونة عدم إقامة كأس خوان جامبر في كامب نو رغم الترويج لذلك بمواد دعائية، مما أثار انتقادات للجهاز الإداري. ريال مدريد يعتمد على داني كارفاخال كقائد أول بعد رحيل مودريتش وفاسكيز، يليه فالفيردي، كورتوا ثم فينيسيوس جونيور. النصر يرفض عرض موناكو ومارسيليا وأتلتيك بلباو لضم لابور بسبب رغبتهم في تحمل نصف راتبه فقط. ريال مدريد يؤجل التعاقد مع مدافع جديد مثل كوناتي حتى خروج أحد المدافعين الحاليين وسط قلق بشأن حالة ألابا البدنية. الشاب باو كوبارسي بعمر 18 عاماً يثبت شخصيته القيادية مع الفريق الأول في برشلونة خلال التحضيرات. باريس سان جيرمان يبدأ موسمه الجديد في 5 أغسطس بعد موسم خاض خلاله 65 مباراة، وسيلعب السوبر الأوروبي أمام توتنهام في 13 أغسطس وسط ضغط بدني ورفض رسمي لتأجيل مباراته ضد نانت في 17 أغسطس.